السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي طلاب وطالبات الثانوية العامة، مبروك النجاح. مش عايزة حد فيكم يزعل أبدا أبدا على نتيجته، خاصة وإن أكتر من 90% منكم نفسه يعمل إعادة تصحيح وشاكك في درجاته، وده مش مجهودي وده مش مذاكرتي وده مش تعبي. الثانوية العامة عندنا في مصر من أصعب المناهج الدراسية، ومع ذلك أعلاها تنسيق على مستوى الوطن العربي. فما تتعبش نفسك انك تقول هعمل اعادة تصحيح ولا تشكك في درجاتي ولا هيجيلك درجات، واذا جات الدرجات بتيجي بعد تنسيق الكليات والكليات كلها ما تستقر وتكتفي باعدادها، مش هتستفيد بالدرجات دي. فنعيش الواقع ونحمد ربنا على الدرجات اللي جبناها، ونشوف انسب كلية لميولنا ولاتجاهاتنا ولقدراتنا. يعني مثلا مش انت مثلا علشان جايب تنسيق كلية علوم تروح تخبط نفسك في كلية علوم. هل انت ميولك علمية، بتحب الكيمياء، بتحب الفيزياء، بتحب البيولوجي، ولا علشان انت جايب الدرجة دي بتخش الدرجة دي علشان مستخسر تخش كلية اقل منها بدرجة في المية وبتضيع نفسك وتضيع مستقبلك؟ وعشان انت مثلا جايب تنسيق كلية تجارة فبتخش كلية تجارة علشان التنسيق جايبها، لكن انا ميولي ادبية، انا بحب الشعر واحب القراءة واحب اللغة العربية، لكن انا دخلت تجارة علشان تنسيقي جاب تجارة. طب هو تنسيقك يخش اداب او تربية؟ كان ممكن اخش اداب. طب ليه دخلت تجارة؟ علشان درجاتي جايبة تجارة، خسارة ان انا اخش كلية اقل منها. البعض بيفكر بالطريقة دي. وبعدين لو ملكش حد كبير يساعدك في اختيار الدرجات او في اختيار التنسيق، شوف حد من الدفعة اللي قبلك، استشير حد من الدفعة اللي قبلك. لو انت ادبي اسأل حد ادبي، لو انت علمي علوم او رياضة اسأل حد علوم او رياضة علشان يقدر يفيدك بخبرته. ما تجتهدش وبعدين تخش كلية تتفاجئ بعد شهر من الدراسة ان هي مش الكلية الصح ولا الكلية اللي تناسب قدراتك ولا تناسب ميولك. نرجع بقى على ما نحول يكون فاتنا جزء كبير من المنهج، يا اما بنشيل يا اما بنبقى مش عارفة متلخبطين، مش عارفين نعمل ايه ولا نروح فين. السر هنا مش في الدرجات اللي انت جايبها، السر في اجتهادك في الكلية اللي ربنا اختارها لك. طالما عملت اللي عليك واجتهدت في الثانوية العامة، في ناس سهرت وتعبت ولخصت وذاكرت واتبهدلت وطبقت، وفي ناس كان تحت عينيها أسمر من كتر المذاكرة. في ناس فعلا يعني طبقوا الآية قالوا معذرة إلى ربكم، لكن هو قدرها كده ونصيبها كده، ربنا اختار لها كده. وفي ناس نامت وأنتخت وصحبت وخرجت وكلت وشربت وراحت السايبر وعملت رحلات واتدلعت، علشان كده فرحانة بمجموعها قوي. يا ما كانتش تتخيل ان هي تجيب 65%، جايبة 70% وفوق ال70. الناس دي فصيل خاص، ادخل بقى اللي انت عايزه وربنا اختار لك كده، او انت بمعنى اصح اللي اخترت لنفسك طريقك. لكن الناس اللي تعبت وحزينة على مجموعها وحزينة على تنسيقها، لا ما تحزنش ابدا، لان ربنا اللي اختار لك. وبقولها لك ملخص كده، نجاحك هو نجاحك في الكلية مش في الثانوية العامة. تقدر تثبت وجودك من سنة أولى وتقدري تجيبي تقدير أعلى تقدير على الدفعة، وياما الناس عملت كده. قابلت زميلة ليا دكتورة في كلية اللغة العربية بتقولي أنا كنت عايزة أدخل طب وعيطت كتير جدا إن دخلت تربية لغة عربية وكنت كارهة الكلية، لكن فقت في لحظة كده وتحديت نفسي وقلت والله أنا ما قدرتش أبقى دكتورة في طب، لا أبقى دكتورة في تربية. واجتهدت من أول سنة وكان تقديرها جيد جدا مع مرتبة الشرف، يعني طول ال4 سنين في كلية تربية تقديرها جيد جدا. وهي ما شاء الله دلوقتي الدكتورة راحت الدكتورة جت حققت حلمها. أنا واحدة من الناس كنت عايزة أدخل طب، دخلت تربية إنجليش قسم لغة إنجليزية، كنت يعني مش مبسوطة قوي، لكن الله يبارك له كان عندنا دكتور اسمه أحمد ثابت، ويا ريت يسمعني في الفيديو ده، كان دايما يقول لنا أنت هنا في كلية طب، أنت هنا باشا، انت هنا في تربية انجليزي تحط رجل على رجلي، انت مؤهلك اعلى من مؤهل مش عارف ايه. وكان يبث فينا الثقة بالنفس لدرجة انه شجعنا ان احنا نجاوب من اول محاضرة المعلومات اللي ادهالنا عن السيفيلايزيشن او الحضارة. الراجل ده كان له اثر كبير جدا في دعمنا نفسيا. ودلوقتي انا ما قدرتش اكون دكتورة من طب بشري او من اي كلية طبية، دلوقتي اهو الدكتورة وداد راحت الدكتورة وداد جت، عملت الماجستير في صعوبات اللغة الإنجليزية ما شاء الله بتقدير امتياز، والمشرف بتاعي كان أصعب مشرف معروف على مستوى جامعة عين شمس، وربنا وفقني الحمد لله وحققت حلمي. علشان كده ما توقفش حلمك عند تنسيق الثانوية العامة، حلمك أكبر من كده بكتير.
حلمك انك تكون دكتور، هتبقى دكتور في المجال اللي انت فيه. حلمك تكون مهندس، هتبقى مهندس في المجال اللي انت فيه. حلمك انك تحققي تارجت معين عشان اولادك وعشان بيتك وعشان مستقبلك، هتقدري تحققيه من خلال الكليه اللي انت فيها. والله لو في معهد سنتين بيجيبوا تقدير وبيرجعوا يخشوا منه هندسه تاني، اجتهد واعمل اللي عليك وربنا سبحانه وتعالى هيرضيك. وما تقولش انا دخلت كليه كذا انا اقل من فلان، لا، ممكن فلان ده يكون متعثر في كليته، اللي دخل كليه انت شايفها من وجهه نظرك اعلى منك ممكن هو يتعثر فيها وياخد السنه في سنتين، او حتى ياخد السنه في سنه بس تقديرك انت اعلى بكتير، وبعد كام سنه بيكون مستواك الاجتماعي والثقافي اعلى منه، لانك اجتهدت، لانك ما تنازلتش عن حلمك، ما تخليتش عن حلمك. علشان كده كل بنت وكل ولد ما حالفهمش الحظ في تنسيق الثانويه العامه، تقدري تعملي المعجزات في كليتك اللي دخلتيها او كليتك اللي ربنا اختارها لك. ابذل مجهود، اتعب، اسهر، خش المكتبه، دور على المراجع، هتلاقي نفسك بتحب دراستك يوم بعد يوم وبتتميز وتتقدم فيها. وان شاء الله ان شاء الله ربنا يرضيكم. ارضى بما قسم الله لك تكن اغنى الناس. اعملوا اللي عليكم واسالوا ربنا التوفيق. شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.